جايبه لكم النهارده اسهل طريقه للفطير الشرقي، حاجه كده سهله وسريعه ومن غير توريق خالص. الاول كده كيلو من الدقيق، عليه رشه من الملح، رشه من السكر، 3 كوبايات من الميه. بعجنهم كويس واسيب العجينه ترتاح. بقسمها هنا عندي القطعتين، باخد اول قطعه كده وبفردها زي ما انتم شايفين. حوالي ربع كوبايه من الزبده الصفراء، لازم تكون ساقعة شوية كده. وبفرد العجينة وبقسمها زي ما انتوا شايفين، وبطبقها بأسهل طريقة. بسيب العجينة ترتاح شوية في الصينية، واجيب عندي الجزء التاني نفس الكلام، بفردها قدامك اهو. وبالسكينة بقطعها من الجوانب، حوالي 3 جوانب من الناحية دي و3 جوانب من الناحية التانية. الأول بدهنها بالزبدة، لازم تكون ساقعة شوية عشان ما تسحش معاكم وتبوظ الفطير. وباجي اطبقها بكل سهوله زي ما انتوا شايفين من غير توريق ولا اي حاجه. بسيبها بقى ترتاح شويه، واجيب عندي هنا اول صينيه وبفردها، وبجيب عندي حشوه سجق، اي حشوه تفضلوها، وبفرد عليها كده العجينه زي ما انتوا شايفين. بحط بقى على الوش 2 بيضه، رشه من الزيتون، رشه من الموتزاريلا، وبدخلها الفرن اقل من تلت ساعه، تطلع بالشكل القمر ده. سهلة وسريعة ونتيجتها تحفة. بصوا طعمها رهيب. أتمنى بقى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة.